انت داخل حفلة، في ايدك كاس، وبعد رشفتين جسمك بيهدى وكتافك بتنزل وحاسس انك اقرب للناس اللي حواليك. بتفتكر ان ده اختراع حديث، كروم عنب وتخمير وحضارة. بس الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير. جدك من ملايين السنين كان بيسكر كل يوم، مش عشان بيحتفل، عشان كده كان بيعيش. ارجع لك 10 ملايين سنة للورا، في غابة فاكهة واقعة على الأرض وشمس بتسخنها كل يوم. الفاكهة دي بتتخمر لوحدها والسكر جواها بيتحول لكحول من غير حد يعمل حاجة. عالم اسمه ماثيو كاريجان حلل الحمض النووي بتاع أجداد الإنسان، لقى إن حوالي 10 ملايين سنة حصل تغيير صغير في جين واحد اسمه إيه؟ DH4. التغيير ده خلى الجسم يكسر الكحول أسرع ب40 مرة. سؤال: ليه بالظبط في الوقت ده؟ لأن أجدادنا في نفس اللحظة نزلوا من فوق الشجر ومشيوا على الأرض. الفاكهة المتخمرة اللي كانت مستحيلة الوصول بقت متاحة، واللي قدروا يهضموها كويس عاشوا وأنجبوا أكتر. عالم تاني، روبرت دادلي من بيركلي، اسم الفكرة دي فرضية القرد السكران. بيقول إن ولعنا بالكحول مش عيب حديث، هو أثر باقي من نظام غذائي كان أساسي لبقاء أجدادنا لملايين السنين. هنا المفاجأة العكسية، أنت مش بتحب الكحول عشان أنت ضعيف، أنت بتحبه عشان الأجداد اللي ما كانوش بيحبوه ماتوا جوعانين. إحنا نسل الكائنات اللي كانت بتفضل رايحة الفاكهة المتخمرة. علامة ثالثة، كاثرين ميلتون. درست قرود بتاكل فاكهة في أمريكا الجنوبية لسنين، لاحظت إن أغلب الفاكهة دي فعلا فيها كحول طبيعي بنسب مش قليلة. الغابة نفسها كانت مليانة كحول، وأجدادنا عايشين جواها من قبل ما يكون في كوب واحد. بس هنا الفرق، أجدادنا ما كانوش بيشربوا عشان يهربوا، كانوا بياكلوا عشان يعيشوا. والكحول ما كانش بيتاكل لوحدهم، كان بيتاكل في مجموعة حوالين نفس شجرة الفاكهة، وده كان بيقوي الروابط بينهم. عشان كده لسه النهاردة لما تشرب كاس مع ناس بتحس بقرب أسرع منهم. الرغبة قديمة جدا، بس الكحول اللي بتشربه دلوقتي مركز أضعاف اللي كان جواه جسم أجدادك اتصمم عليه. فبالمرة الجاية اللي هتحس فيها إن كاس واحدة خلتك أهدى وأقرب للناس حواليك، افتكر إن ده مش شعور اخترعته الحضارة. أنت مش في حفلة، أنت بتكرر أقدم عادة عرفها جسم الإنسان. وأخير أشترك ليصلك كل جديد. مع سلامة.